نحكيو توا على دراسة فاعلية لتحسين حي الزاوية من حومة الجوامع في حومة السوق تحديدا. دونك الهدف من المشروع هذايا اللي بداو في الدراسة متاعو معانا في المباشر كهيئة مدير الأشغال سي محمد دزاموري. صباح النور، مرحبا بك معنا. صباح الخير، بارك الله فيك، مرحبا بالأستاذ. شكرا لك سي محمد. دونك المشروع هذايا ديجا انتم بديتوا فيه، بدات الاشغال، ناخذوا اكثر توضيحات من عندك، الهدف من المشروع هذايا ودراسه المشروع هذايا. تفضل. الاخت، هذا مشروع يندرج ضمن مشاريع تهذيب الحياه الشعبيه للحد من التفاوت الجهوي. هذا مشروع ممول من الدوله عن طريق صندوق قروض ومساعدة الجهات المحليه. تم تحديد المشروع هذا بناء على بنك دوني، قاعدة معلومات أعدت سنة 2012. والمشروع هذا حددته وزارة التنمية. دونك هو مشروع تمت لحالة المشروع هذا وإعلامنا بها عن طريق الوزارة. يعني هذايا في إطار المخطط التنمية 2016-2020 وبداية الأشغال نتاع المخطط هذايا وإلا؟ لا أختي، لا. هو هذايا ما زال مشروع المخطط في تهذيب الأحياء الشعبية ما زال ما تمش تحديدها. هذايا مشروع حددته الوزارة بناء على كما قلت لك بنك معلومات قديم من عام 2012. تم مد وكالة التهذيب والتجديد العمراني بعدد 14 حي. تم اختيار الحي هذا بناء على معطيات فنية تدرسها الوزارة وتحدد الأولويات نتاع الأحياء. باهي. نحن تو تفضل كمل سي محمد. نحن تو في مرحلة الدراسة الأولية، دراسة تحديد الأولويات وتحديد فاعلية المشروع والديagnostic نتاع البروجي. بالطبيعه المرحله اللي تجي بعد الترفيه هذه هي جلسه تشاركيه مع مواطني الحي. معناها تو تعرف اللي ما تمش مشروع تقوم ما يكونش فيه تشاركيه. دونك مشاريع الكل اللي تنجزها الدوله بصفه عامه والبلديات بصفه خاصه تتم بصفه تشاركيه مع المواطن لتحديد اولويات المواطن، لان هم هذوما يسموا مشاريع القرب، معناها اللي يهموا المواطن مباشره في حياته اليوميه. دونك يتعملوا بصفه تشاركيه. اكيد هذا كل في اطار تحسين. احنا ما زلنا في الدراسه الاوليه. كما قلت لك هذا كل اكيد في اطار تحسين ظروف عيش المواطنين في الجهه هذه. في اطار تحسين ظروف عيش المواطن. بالطبيعه المشروع يتمثل في ترفيه تنوير عمومي وتعبيد، تحسين التعبيد والتعبيد، معناها في الاطار هذا. باهي، لو كنا ناخذوا الحاله نتاع الحي هذايا سي محمد، معناتها كيفاش الوضعيه نتاع الحي للناس اللي ما تعرفش الحي هذايا؟ الحي والله هو الحي كبير، حي جوامع، حي الزاويه. هو مشروع، هو منطقه كبيره. ابقى المنطقه اللي رات الدراسه، لان نحن تو في الدراسه اللي وقع معناها الليتود الاستراتيجيك هذه الكارتي اثبتت اللي بارتي اللي اكثر معناها تضرر نحب على الاقل تتهيئ هي بارتي الزاويه. البارتي اللي تعرفوها الزاويه اللي وراء الكلينيك نتاع الياسمين ولو انه يسار، وبارتي مقبره كنجان ورا جامع بوعكازين والزون هذه كمان. باهي، تم تحديد الحاجيات الاولويه للمشروع هذا؟ ما نزلش احنا نعملوا مقترح. احنا نعملوا مقترح لمكتب الدراسات، بالاحرى مش احنا، مكتب الدراسات عمل مقترح للاميناجمون تاع الزون هذه والموافقه عليه او تعديله او بدايه الاشغال عن طريق المواطنين. عن طريق المواطنين اللي باش يحضروا ان شاء الله، ندعوهم للحضور يوم الثلاثاء مساء ان شاء الله. هو كانت تبرمجت جلسه نهار الجمعه وتم تاجيلها يوم 18 نهار الجمعه العصريه، لكن العدد ما كانش كافي. دونك نحن الغايه ان نكونوا على الاقل ناخذ راي المواطن. كي يكون العدد مش كافيه ولينا اجلناه ان شاء الله. يعني ممكن تقول انت يكون فما اعتراض معناتها من بعض المواطنين معناتها ولا شنو بالضبط؟ لا الاعتراض الحمد لله مش حاصل، لانه الطريق الحي تم تحديده وما حددوش في البلديه. لا معناها النقاش هو في مكونات المشروع، لا في المكونات. معناها انا ممكن عندي اولويه في التنوير العمومي، غيره عنده أولوية في الترفيه، في أولوية في التعبيد. ضبط أولويات في الحي.
واضح. داخل الحي معناها. يعني بداية الأشغال والشروع في الدراسة هذه ما زالت ما تحددش بالضبط. هذا نفهم منك. لا مازال ما حددناش حتى مكونات المشروع. مكونات المشروع تقع بعد المرحلة الأولانية اللي فيها المواطنين يبدوا برايهم. تقع التعديل بناء على رأي المواطنين، ثم تقع طلب عروض لإعداد الدراسات تاع المشروع. أنا مثل. وغدوة فما جلسة في البلدية هكا ولا وين بالضبط؟ مع 3 إن شاء الله. مع 3 متاع العشية. واضح جدا. أكيد احنا باش تكون متابعة للموضوع هذا مهم برشا. أكيد أنتم حضرتوا نهار الجمعة وكبتوا الحدث وبارك الله فيكم. اكيد هذا واجبنا سي محمد، مشكور جدا ان شاء الله بالتوفيق لكم. هذه اكيد يهم كل متساكني حومة السوق. ان شاء الله كما قلت باش تكون متابعه ومواصله متابعه الموضوع هذا. مشكور جدا سي محمد الزموري اللي هو كهيئة مدير الاشغال المشروع هذا. شكرا لك وان شاء الله نهارك زين. 29 دقيقه دونك هذه فقط لمحه على الموضوع في اعداد لدراسه فاعليه لتحسين حي الزاويه من حومة الجويمه في حومة السوق. ديجا كنت تسمع في سي محمد بداية الأشغال ما زالت فقط فما مقترح. الهدف من دراسة المشروع هذه تحديد الحاجيات الأولية للمشروع ووضع النقاط الأولية. كيف الهدف منه هو تحسين البنية التحتية للحي الزاوية، وهذا الكل في إطار برنامج تهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي وتحسين ظروف عيش المواطنين.